أنا عييت بزاف من هاد العالم، بغيت نرتاح. هذا كان آخر كلام من أشهر ممثلة في كوريا، هادي جانغ جين يونغ. من موراها اختفت وما عودتش بانت. 2008 كوريا الجنوبية كاملة خلعت على جانغ جين يونغ، الممثلة والنجمة رقم 1 عندهم. في قمة الشهرة اختفت وما عودتش بانت، لا اتصالات لا ميساجات لا والو، ما بقاتش كتبان لا في برامج ولا في تلفازة ولا والو. الناس الوكالة ديالها ساكتين والبوليس كذلك، والفانز ديالها غيحماقوا وغيموتوا عليها بالخلعة. ما عرفوش شنو وقع ليها، كيفاش اختفت بهاد الطريقة. واش هي بخاطرها قررت تبعد، ولا ياك ما شي حد هددها، ولا ياك ما أذاها شي حد. بقاو هكاك داز الشهر الأول والثاني، داز عام كامل وهي مختفية وما كان حتى شي أثر ليها. لي فانز ديالها بغاو يحماقوا، ولكن من بعد الحقيقة اللي بانت ما كانش مجرم وما كانش مؤامرة، ولكن كان واحد العدو اللي ما كيرحم حتى شي حد، ومنهم الممثلين والنجوم المشهورين، وما يمكنش يطيح على بالكم. السلام عليكم، سميتي ناعمة. إذا كان كيعجبكم القصص الواقعية مرحبا بكم في قناة نعيمة شين. إلا عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بأي قصة جديدة، وما تنسونيش من زر الإعجاب. ودابا إذا كنتم مستعدين يلا نبدأ. في عام 1972 في إيميسيل كاونتي، مقاطعة كوالا الشمالية في كوريا الجنوبية، زادت جانغ جين يونغ في واحد العائلة عادية بزاف، ماشي شي عائلة اللي لاباس عليهم ولا مشهورين، عاديين. كانت جانغ بنت مهدنة وكتبغي تعتمد على راسها، ووالديها ما كانتش معلومات كتير عليهم، كانوا محافظين على حياتهم الخاصة. جانغ من صغرها كانت عندها شخصية وطموح كبير، وكتخدم على راسها وكتحاول تطور منه. كبرت بحال أي بنت، ولكن كانت فيها واحد الحاجة مختلفة، كانت باغية تبان وتدير اسم ديالها وبلاصتها وسط نجوم كوريا. ملي وصلت للجامعة قررت تقرا تصميم الأزياء، وواحد النهار كانت في الصالون، الكوافير اللي كان كيصاوب ليها شعرها قال لها علاش اللي ما تشاركي في مسابقة ملكة جمال كوريا. وديك الكلمة اللي قال لها بقات لاصقة ليها في عقلها، بقات مدة وهي كتفكر، وفي الاخر قررت تسمع الكلام وتجرب. قالت ما خسره والو، ودخلت وشاركت في مسابقة ميس كوريا عام 1993 باسم المقاطعة ديالها. ربحات في التصفيات الجهوية وتأهلت للنهائي، شي حاجة ماشي سهلة، ولكن اللقب ما كانش من نصيبها. من داك النهار تبدل كل شي. من بعد المسابقة بداو كيجيوها بزاف العروض، ودخلت لعالم الموديل، ولات كدير إشهارات في التلفازة. حياتها تبدلات من بنت عادية كتقرا في الكلية لوجه إعلاني معروف. هنا بدات كتبدل حياتها، والناس بداو كيشوفوا فيها وجه زوين وحضور قوي. من بعد هادشي جاها عرض تدخل لعالم التمثيل، العالم اللي حماقت عليه. في الاول ما كانش سهل عليها، بدات بادوار صغار ماشي ديما كانت ناجحه فيهم، ولكن كانت عندها حاجه مهمه اللي عشقوها فيها المخرجين والمعجبين ديالها. كانت كتغرق في الدور ديالها وكتعيش الشخصيه مزيان. اول دور ليها كان عرض تلفزيوني جاها في 1997 سميتو إنجل إن ماي هارت. من بعدها كملت بتجارب في مسلسلات شبابية. هاد الأدوار عاونوها بزاف باش تتعلم الوقوف قدام الكاميرا. الدخلة الحقيقية ديالها للسينما كانت في 1999 مع فيلم كوست إن لاف، ولكن الانفجار ديالها بدا في 2001 مع فيلم صوفيوم. ما عرفتش واش نطقت الاسم مزيان.
فيلم الرعب، واخا كانت ميزانيته قليلة ولكن الأداء ديالها كان قوي بزاف. من بعد المنتجين بداو كيعطيوها أدوار ثقيلة ودراما نفسية، وعطاوها دور فيلم صوريم اللي كنت ذكرت لكم قبل، اللي كان حرفيا نقطة تحول ديالها. هاد الفيلم كان فيلم رعب نفسي وإثارة، وما نعاودش لكم على الأداء ديالها في هاد الفيلم كيف كان. خدات عليه 2 الجوائز حرفيا. بفضل هاد الفيلم ولات تاني ممثلة في تاريخ كوريا. كيف قلت لكم خدات 2 جوائز ديال بلو دراغون. الجائزة الأولى خدتها على هاد الفيلم ديال سوليم، والثانية خدتها من بعد فيلم سينجل. ولات من أحسن الممثلات في كوريا، وكان معروف عليها كتختار أدوار صعيبة وكتعيش مع الدور 100%، وكتقول كننسى سميتي ملي كان بدا التصوير. كانت معروفة في كوريا كاملة، إلا بكات في الفيلم كل شي كيبكي معاها. في 2008 ولات من أعلى الممثلات أجرا في كوريا، كانت كتخلص 400 وون للفيلم. ولكن للأسف القصة ديالها غتسالي وغتودع هاد العالم من بعد ما وصلت الحياة اللي كانت كتمناها وحققت الحلم ديالها. تصابت بمرض خطير، مرض ما كيرحمش. في الأول بدا كيجيها الوجع في المعدة ديالها، قالت واقيلا غير من ستريس الخدمة والماكلة، واقيلا كليت شي حاجة ضراتني. بقات هكاك حتى لواحد النهار ما بقاتش قادرة تصبر، ومشات عند الطبيب اللي غيقول لها أسوأ خبر في حياتها، عندك سرطان في المعدة. والصدمة قبل هاد الشي كانت لعبت دور في واحد الفيلم سميتو سينت اوف لاف، دور واحد السيدة كانت عايشة حياتها عادي، حتى لواحد النهار جاها الوجع ومشات للطبيب ولقات عندها سرطان المعدة. وما دازش بزاف باش مثلت هاد الدور، مثلاتو في 2003، واليوم كتعرف بلي عندها هاد المرض. تخيلوا معايا بزاف على الصدفة، ما يمكنش والله. تخيلوا معايا عاشت مع الدور مزيان ودابا كتكتشف انها مريضة به. للأسف هاد المرة ما كانتش كتمثل، هاد المرة بصح. ومن بعد هاد الخبر اللي قالوا لها الطبيب قررت تبعد على الصحافة والإعلام وعلى كل شيء. ما كانتش مختفية، ولكن كانت كتعالج في السر، بغات تعيش المرض ديالها بعيد على الأضواء والصحافة والصداع. وتما المعجبين ديالها قالوا عليها عيات وبغات ترتاح من كل شيء، وهما اللي قالوا هاد الشيء، أما هي ما خرجت بدي شي تصريح وكتقول فيه هاد الشيء. بدات العلاج الكيماوي والعلاج بالطرق التقليدية. في الأول كان أمل تعيش وترجع لحياتها الطبيعية ولخدمتها، وكانت متشبتة بزاف بهذا الأمل. راكم عارفينها، هي كانت قوية وما كتستسلمش بسهولة، وقاومت بكل ما عندها. ولكن للأسف المرض في الآخر هو اللي انتصر. بدات الحالة ديالها كتدهور ودخلوها للمستشفى. وتخيلوا معايا وسط هاد المعاناة كاملة كان في حياتها واحد الراجل كيبغيها بزاف ومتشبت بيها آخر لحظة. كان راجل أعمال كبير ومصور في نفس الوقت، كان كبر منها بعام. ملي مرضات قالت ليه يمشي ويخليها، ولكن هو بقى متشبت بيها، وبالعكس زاد كبر الحب اللي بيناتهم. في 2009 تزوجوا في داك الوقت فاش كانت هي مريضة. تخيلوا معايا جانك مسكينة كانت عارفة أنها ممكن تموت في أي لحظة، ومع ذلك قررت تكون معاه لآخر لحظة. ما يمكنش شحال كانوا كيبغيو بعضياتهم. نهار 1 شتنبر 2009 جانغ جين يونغ ماتت من بعد صراع مع السرطان، وودعات هاد العالم بمرة. ماتت في عز شبابها، مازال ما كملاتش 40 عام. آخر مرة بانت فيها كانت في حفل علني في ماي 2009، وداك الساعة كان بان بلي تحسنات شوية،
ولكن فجأة زاد عليها الحال بزاف. فاش ماتت كل شي بقات فيه، والناس كاملين بكاو عليها، وخصوصا والديها. باها دار بزاف الأعمال خيرية بسميتها، دار مؤسسة بمنح دراسية باسمها للطلبة والمحتاجين، ورجلها كتب كتاب عليها سميتو هديتها الأخيرة، خرجوا في 2010 يعني عام مور موتها. بغى يوثق فيه قصة الحب ديالهم وأيامهم الأخيرة في المستشفى، والرسائل اللي كتقولها ليه. أهدر على كيفاش تعرفوا وبقاو مع بعضياتهم مدة 10 سنين، كيفاش هي كانت كتشجعه من اللي مرضات وكتقول ليه عيش حياتك، وكيفاش تزوجوا، وكيفاش كانت آخر 3 أيام ديالها هي وياه وهما مزوجين. الناس كلهم بكاو من اللي خرج الكتاب وقراوه، حيتاش كانت فيه رسائل بزاف ديالها ليه. يعني باها ورجلها بجوجهم بقاو كيحاربوا باش الذكرى ديالها ما تموتش. وانا كذلك ما بغيتش الذكرى ديالها تموت، وبغيتكم كلكم تخليو ليها قليب، الله يرحمها يا ربي. الذكرى ديالها غتبقى عندنا وعند والديها والناس كاملين اللي كيبغيوها. تهلاو في الناس اللي عزاز عليكم، الحياة راه قصيرة، في اي لحظة تقدر تخطف منا شخص كنبغيوه. الله يحفظ لكم ما عز عليكم يا ربي. ولكن هذه حقيقة ما غنكروهاش، ولكن أهم حقيقة هي الحاضر دابا، وأشنو كنعيشو دابا. وإلا كانوا والديكم باقيين في الحياة تهلاو فيهم وشبعوا منهم، عنقوهم وكل شيء، ووليداتكم كذلك، قاع الناس اللي كتبغيو، الله يحفظهم لكم يا ربي. أنا تلهنا وغنقول لكم بسلامة، ونتلاقاو في قصة جديدة. بسلامة.